السلام عليكم. كلنا بنحب في الشتاء نشغل الفرن كتير علشان يدفي بيتنا، وكمان نعمل حاجات مغذية وطعمها حلو جدا تنفع قوي مع كوباية الشاي الصبح. هقول لكم في الفيديو ده على بقسماط حلو جدا مقرمش، مختلف خالص عن اي نوع بقسماط انتوا اكلتوه. يلا بينا على طول نشوف المقادير. كوبايتين من الدقيق العادي، وكوباية من السميد الناعم جدا، وثلاث معالق كبار من السكر، ورشة ملح، نص كوباية زيت، وعندي خميرة معلقة كبيرة، ومية دافية كوباية، وعندي سمسم كوباية. لو عايزة تحطي حبة البركة حطي، مفيش مشكلة. أول حاجة هنعملها هنجيب بولة ونحط فيها الدقيق، الكوبايتين الدقيق، وهحط عليهم كوباية السميد الناعم، وعندي السكر. عايزه تكتري السكر، انا حاطه 3 معالق كبار مليانين عشان يبقى مسكر كده وحلو. انا بحب البقسماط النوع ده بالذات، بحبه طعمه حلو مسكر. لو انت عايزه تقللي السكر عن كده براحتك، لو عايزه يعني قريب من البقسماط المصري شويه عادي مفيش مشكله. بعد بقى ما اقلب السكر بالسميد بالدقيق، هنحط الزيت اللي عندي، والزيت اللي عندي ده نص كوبايه من الزيت، الزيت النباتي العادي خالص. هحطه بقى دلوقتي. واهم حاجه عشان البقسماط اللي عندك ده ينجح ويبقى حلو قوي مقرمش، لازم تبسي الحاجات دي مع بعضها. انا ما حطيتش اي سوائل دلوقتي خالص ولا ميه. العجينه دي فيها كوبايه ميه دافيه بس مش هحطها دلوقتي خالص. هبسي بايدي كده زي ما انت شايفه بين ايديا الاتنين الزيت مع الدقيق، نوعين الدقيق هبستهم كويس قوي قوي، ممكن ياخدوا 10 دقايق كاملين بس، لحد ما ابستهم حلو ويبقى الخليط كله كده متجانس. هحط دلوقتي رشة الملح مع الفانيليا، نص معلقة صغيرة ورشة ملح صغيرة، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هنزل بقى بالخميرة، هقلبها برضو. وبعد كده هنزل بقى بالمية اللي عندي، المية اللي عندي دافية كوباية مية. هبدأ بقى ادخل المية كده في العجينة، والعجينة دي ما بتتعجنش كتير، يعني بتتعجن حوالي 5 دقايق بس. مجرد ما ادخل كوباية المية اللي عندي دي في الخليط، وهي بتاخد كوباية المية كاملة، يعني المقادير اللي عندي دي مظبوطة. هعجنها بس كده حوالي 5-6 دقايق كويس، لحد بس ما قوامها زي ما انتوا شايفين كده، وتتلم كده كورة معايا ويبقى شكلها حلو. قوامها برضو ناعم قوي. مش هحط بقى مسحة زيت ولا اي حاجة خالص، هحطها بس في البولة وهغطيها واسيبها برضو تختمر او ترتاح. يعني هي مش هتختمر كتير، هي بس ترتاح معايا كده كويس، يعني هسيبها برضو ساعة كده ترتاح. اهم حاجة تغطيها كده كويس قوي بلاستيك رول. بعد المدة اللي قلتلكوا عليها ده شكلها ما ارتفعتش قوي. هي مش محتاجين ان انتوا يعني خليها ترتفع قوي، لا هي بس كده اختمرت شوية وارتاحت خالص. هاخدها بقى واشتغل بيها، واقول لكم دلوقتي هشتغل اعمل فيها ايه. البقسماط ده بيبقى طعمه مختلف جدا عن البقسماط المصري العادي اللي احنا متعودين عليه، بيبقى طعمه حلو قوي، فيه قرشة كده جميلة، طعم السميد فيه بيبقى حلو جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. خدت العجينة وعملتها رول وقسمتها من النص علشان بس اسهل عليا ان انا اشتغل بالعجين اللي عندي، وعشان اعملها كده شكل البقسماط. اقطعها كده زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة، واعمليها بقى الحجم اللي انت عايزاه بقسماط حجم طويل او بقسماط حجم صغير براحتك. هجيب بقى سمسم، حطيت عليه معلقتين ميه كده علشان بس اخليه سمسم كده مندي ويلزق في العجين. لو ما حطيتيش عليه ميه ولفيتي البقسماط رول كده وحطيتيه عليه السمسم من فوق هيقع ومش هيمسك فيه خالص. لكن انتي حطي على السمسم اللي عندك معلقتين ميه، طبق يعني جيبي طبق زي ما انا جايبه كده، وحطي فيه نص كوبايه من السمسم المحمص وعليه 3 معالق ميه او معلقتين ميه، قلبيهم مع بعض هيلزق حلو جدا في عملت منه شكلين، عملت منه دواير صغيره كده، وجبت كمان جوز هند حطيته في طبق جنبي، وحطيت بقسماط فيه، فعملت اشكال من البقسماط اللي عندي ده يعني طعمين مختلفين. حطيت عليه جوز هند من بره، والجوز الهند مش هتحطي عليه ميه ولا اي حاجه خالص، هي العجينه يعني هتمسك في الجوز الهند ويبقى طعمه حلو قوي قوي، اللي هو البقسماط بجوز الهند. والطعم التاني طبعا بالسمسم عادي.
درجة حرارة السوا بتاع البقسماط 150 درجة مئوية. هيتحط على الرف الاوسط، وبعد كده طبعا لازم نهتم ان احنا ندير الصاج من وقت للتاني، وبياخد مننا حوالي من 20 ل 25 دقيقة او اكتر لحد ما يقرمش معانا كده. وبعد كده هنسيبه لحد ما يبرد خالص، ونبدأ بقى نعبيه في العلب محكمة الغلق. وطبعا لما تجربوه اكيد ان شاء الله هيعجبكم.